السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل بسكوت سهل واقتصادي وسريع جدا. بسكوت الخلاط، من غير مضرب، من غير مكنة، كمان من غير زبدة ومن غير بيض. حاجة كده تحفة. بصوا الجمال والحلاوة، تحفة بجد. البسكوتة خفيفة وهشة وطعمها اكتر من روعة. وهنعمله كمان النهاردة بأسهل طريقة تشكيل. كل الكمية دي هنطلعها من نص كيلو دقيق بس. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي طبق هبدأ أنخد نص كيلو من الدقيق بمعدل 4 كوبايات بالكوب المعياري أو بمج الشاي العادي. الدقيق اللي بستخدمه دقيق متعدد الاستخدامات، وتقدري تستخدمي دقيق مخصص للبسكوت. وزي ما انت شايفة الكوباية بملاها بالمعلقة، وبظهر المعلقة ببدأ أسويها. تمام. هبدأ أنزل عليها بمعلقة كبيرة من خبرة الحلويات أو البيكنج باودر كيك شيف. عندي كمان معلقتين كبار ممسوحين من بودرة الكاستر، وبودرة الكاستر بتدي لون وطعم حلو أوي للبسكوت. عندي كمان رشة ملح صغيرة. بس كده هبدأ أقلب كل المكونات الجافة مع بعضها بالشكل ده. هو المقدار بتاعي مظبوط، بس أنا هنا هنقص معلقة كبيرة بالاسباتيولا وهسيبها على جنب. طبعا أنواع الدقيق بتختلف، فأنا هنقص معلقة كده بالاسباتيولا وهركنها على جنب. المفروض كنت أنقص المعلقة دي من الدقيق قبل ما أضيف عليه بقية المكونات. عندي بقى هنا في شفشق الخلاط هنزل بكوباية من السكر، سكر الحبيبات العادي خالص. هنزل عليه كمان بكوباية خليط سمنة على زيت. تقدري تستخدمي سمنة بس وتقدري تستخدمي زيت بس، بس انا مخلطاها سمنة على زيت. وزي ما انت شايفة السمنة انا معبياها من العلبة كده على طول، مش محتاجة تدخل تلاجة ولا حاجة. عندي كمان كده ظرف من الفانيليا، وعندي هنا 200 ملي من المية، مية عادية خالص من الحنفية. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من بودرة التانج او بودرة البرتقال، وتقدري تستخدمي برتقان فريش. هبدأ بقى ادوبها بالشكل ده، بتدي لون جميل جدا للبسكوت وطعم كمان. هبدأ بقى اشغل الخلاط وهنزل عليه بال200 ملي من عصير البرتقان او عصير بودرة التانج بالشكل ده. بصوا اللون بقى والجمال، اللون بيبقى تحفة. اشغل الخلاط لمدة دقيقتين 3 لحد السكر ما يدوب نهائي كده والخليط ينعم ويتقل. ما بياخدش وقت خالص. تقدري تستبدلي ال200 ملي من عصير البرتقان ب200 ملي من اللبن لو مش حابة تعملي بالبرتقال. بصوا بقى الجمال، بصوا كمان بقى ناعم وتقيل جدا ازاي. هبدأ بقى انزل كده بكل الكمية اللي موجودة في شفشق الخلاط على المكونات الجافة بالشكل ده. وهبدأ بقى اقلب. بصوا انا هنا في البسكوت بقلب بس ما بعجنش ابدا. انا هقلب بس كده بالمعلقة. بصوا لحد كل الدقيق ما يختفي معايا بالشكل ده. طبعا العجينة لسه طرية جدا. هبدأ انزل بدقيق من اللي انا ناقصاه. هو ما شاء الله المقدار كان مظبوط معايا بالظبط، بس كلنا عارفين ان انواع الدقيق بتختلف. ممكن عجينة تحتاج معاكي معلقتين من الدقيق، وممكن عجينة تحتاج معلقتين من اللبن او معلقتين من عصير البرتقال. تمام. بصوا بقى هنا هبدأ بس اقلب بقى بايديا، بصوا بطراطيف ايديا بس بالشكل اللي انتوا شايفينه. ما نعجنش في العجينة بتاعة البسكوتات ابدا. العجينة كده تحفة جدا، لمتها كده على بعضها. بصوا العجينة بتقطم وفي نفس الوقت ناعمة، ولو كورتيها بالشكل ده ما تلاقيش فيها اي تشققات. طيب هلم بقى العجينة على بعضها بالشكل ده، ومش هشكلها دلوقتي. انا هغطيها وهدخلها على شبكة التلاجة لمدة ربع ساعة. الجو حر جدا والعجينة لازم ترتاح قبل التشكيل. طبعا لو في الشتاء بنشكلها على طول، مفيش اي مشاكل. هنا بقى بعد ما دخلتها كده على رف التلاجة لمدة ربع ساعة تبقى معايا بالشكل ده. العجينة دي تقدري تشكليها برضو بالمكنة بتاعة البسكوت. بصوا بقى، انا كنت جايبة القمع ده او التيب ده التيب الصيني. كنت جايباه ب25 جنيه. جربته قبل كده لقيته بيطلع البسكوت رقيقة جدا، فركنته وجبت القمع ده كنت جايباه من اسكندرية من الناس اللي بتفرش على الارض في المنشية. كنت جايباه ب5 جنيه، وده اللي انا هستخدمه معاكم النهاردة. هنا بقى جهزت الصاج اللي هبدأ اشكل عليه. الصاج يكون نظيف وناشف تماما، ويفضل كمان تكون صيجان ألمونيوم.
الألمونيوم في الخبيز بيبقى حلو قوي. هبدأ اخد بقى كده قطعة من العجينة وبحطها في القمع وببدأ اضغط عليها بصبعي بالشكل ده وبسحب البسكوتة. بعمل بقى كل كمية العجين بنفس الطريقة، ما بسيبش مسافة كبيرة، لان البسكوتة مش بتفرش ابدا. البسكوتة يعني يا دوب بتزيد زيادة بسيطة جدا وبتبقى محتفظة بالرسمة بتاعتها. طبعا طول البسكوتة على حسب ما تحبي انت اللي بتحدديه. بشكل بقى كده كل الصاج، وفي الاخر بوريكم احنا بنسوي البسكوت ازاي. يعني لو واحدة طلعت مش واخدة وضعها او مش واخدة مكانها المظبوط، ببدأ بقى بسباتيولا بالشكل ده او بظهر سكينة وببدأ اسويها من الاطراف ومن الجوانب بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام، مفيش اسهل من كده. هبدأ بقى اكمل تشكيل كل الصاج بنفس الطريقة. وهنا كنت مولعة الفرن وظابطة درجة حرارته على 160. بدخل البسكوت على فرن سخن على اول رف من الفرن. اول البسكوت ما يبدأ يلون كده من تحت، ابدأ ارفعه على الرف التاني. طبعا لو الفرن بتاعك بيوزع الحرارة كويس، بتسيب البسكوت لحد ما يلون كده براحته وياخد اللون المظبوط. الفرن بتاعك مش بيوزع الحرارة، يبقى اول ما يلون من تحت نبدأ نرفعه على الرف التاني وبشغل عليه الشواية لمدة دقيقتين لحد ما يلون كده وياخد اللون المظبوط. طبعا بتابع البسكوت طول ما هو في الفرن، واهم حاجة كل 5 دقايق ببدأ اغير في الصاج. هنا بقى بدأ يلون معايا كده من تحت زي ما انت شايفة. بصوا محتفظ بالرسمة ما شاء الله زي ما دخلناه بالظبط. طلعت بقى على الرف التاني وسبته كده لحد ما لون واخد اللون المطلوب بالشكل الجميل ده. اول بقى ما بخرج الصاج من الفرن على طول ببدأ احرك البسكوتة كده من مكانها. لو البسكوت برد على وضعه بيلزق خلاص، مش بتعرفي تخرجيه من الصاج وبيتكسر. فلازم اول ما نخرج صاج البسكوت من الفرن بسرعة نبدأ نحرك البسكوتة من مكانها. البسكوت طالع ما شاء الله اكتر من تحفة وريحته قلب الدنيا. بصوا بقى الكمية ما شاء الله، كل ده من 4 كوبايات من الدقيق بس. هبدأ بقى ألم البسكوت من على الصاج بالشكل ده وبرصه على الصينية. طبعا بعد كده أنا باخده بعبيه في علبة محكمة الغلق علشان يتنه محتفظ بالقرمشة بتاعته وبريحته الجميلة. البسكوتة طالعة ما شاء الله اللهم بارك أكتر من تحفة. كمان البسكوت تعرفي انه ناجح ولا لأ من ظهر البسكوتة. طالما البسكوتة ما فرشتش في الفرن وكمان ظهر البسكوتة يبقى طالع محن كده ومفيهوش اي فراغات، يبقى البسكوت بتاعك ناجح والمقادير بتاعته مظبوطة. جربوه بقى بالطريقة دي وبالمقادير دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. بحب قوي اقرا تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. البسكوت بجد ريحته جميلة جدا وطعمه اكتر من روعة. بسكوتة مخرفشة كده ومقرمشة وهشة ومش مكتومة ابدا. طعمها جميل جدا. مش محتاجين غير كوباية شاي بلبن وتنسي دوشة الفطار. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. كل المقادير بسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف، بقوا شوفوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.